شغالين تجارب الله يسعدكم، شغالين تجارب الله يسعدكم. نفس زيكم أنا كثرة التجارب، يعني يمكن أنا من النوع اللي شُفت شيء لازم أروح أطبّقه. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. اللون الأزرق عشان إيش؟ الموجات. في المقدمة بدأتها بالأحمر، بعدين أزرق، ذهبي، أحمر، كذا بالشكل هذا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. هذا اللي انت سويته نحاس أصفر وأحمر وحديد. رجعت لقصة الأستاذ صلاح خرفان، خلط معادن. فأنت خلطت معادن بطريقة أخرى، بدل ما تحط لك مقبض من حديد أو تحط لك كذا. يا حمار ولعلمك يا حمار، انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار. سيخ حديد عادي، جيب سيخ حديد، ده حديد مش نحاس، ده حديد اهو، اهو السن من قدام حديد اهو، هو حديد كله اهو، المغناطيس بيلزق فيه، بص اهو، ده حديد مش نحاس، بس هو مطلي نحاس بس، وبتجيب ماسورة حديد عادية. اقسم بالله العظيم لا اعشق سوى الزمن الجميل، لا اعشق الا الزمن الجميل فقط. ورغم هذول المجموعه من بلدي من منطقتي بس ما بعرفهمش والله، يعني بتعرف الاردن كبيره، والله ما بعرفهم ولا عمري شفتهم ولا التقيت بيهم. وللأسف الشديد بعض الناس عنده تساهل في الحلف والقسم، فيبدأ يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط، وعلى الأمور التافهة وعلى الأمور يعني المهمة، وهذا غلط، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. والإنسان إذا تعود الحلف استهان عليه واستمرأ الحلف، أصبح الحلف عنده طبيعي عادي مثل شربة الماء مثل ما يقولون، فما يصلح